ولما بيفوق جاليفر مرة تانية بيلاقي ناس صغيرين في الحجم واقفين على جسمه، وبيقول واحد منهم ان اسمه الجنرال ادوارد، وبيكون جاليفر نايم على الارض ومربوط باحبال كتير. وبيقول ادوارد انه هياخد الوحش اللي هو جاليفر يعني ويوديه للملك تيودر، وبيقدر جاليفر انه يفك نفسه من الاحبال الكتيره اللي محطوط عليه. وبيكون جاليفر مش مصدق اللي هو فيه وبيفتكر نفسه بيحلم، وبيحاول ادوارد والناس الصغيره اللي معاه انهم يوقعوا جاليفر على الارض تاني، فبيربطوا خطافات في بنطلون جاليفر وبيوقعوا على الارض مره تانية. ولما بيفوق جاليفر تاني بيلاقي نفسه مسحوب على نقاله كبيره علشان يودوه المملكه بتاعتهم اللي اسمها ليلي بوت. وبيكون اهل المدينه دي متجمعين في الشوارع علشان يشوفوا جاليفر، وبيشوف الملك تيودر وبنته وزوجته جاليفر. وبيقول ادوارد ان جاليفر جاسوس لمملكه تانية اسمها بلو فوجن، وبيسالهم جاليفر انا فين، فبيقولوا له انه في اعظم مملكه في التاريخ واسمها ليلي بوت. وبيودوا جاليفر السجن الخاص بيه، وبيلاقي جاليفر مسجون اسمه هوراشيو مسجون معاه في نفس المكان. وبيقول هوراشيو ان الجنرال ادوارد سجنه هنا علشان عاكس الاميره ميري بنت الملك تيودر. وبيروح ادوارد وبيقول لجاليفر ان محكوم عليه بالاشغال الشقه، فيستخدموا جاليفر المسكين في حرس الارض. وبيحصل هجوم من مملكه بلوفوجن على مملكه ليلي بوت، وبيضرب جرس الانقاذ في المدينه. وبيروح البلوفوجن على قصر الملك وبيخطفوا الاميره ميري، بس بيجي جاليفر وبينقذ الاميره من الخطف. وبيعمل البلوفوجن حريقه في الجناح اللي فيه الملك، وبيعمل جاليفر حمام على الحريقه فبينطفي الحريق وبينقذ الملك. وبيجي الملك يشكر جاليفر على انقاذه ليه، بس بيكون ادوارد متغاظ جدا من جاليفر وبيحس بالغيره منه. وبيجي مندوب الملك وبيعزم جاليفر وهوراشيو على حفله عشاء، فيوافق جاليفر. وفي الحفله بتسال الملكه جاليفر هو منين، فيرد عليها ويقول لها انه من مدينه اسمها منهاتن. فبتقول له الاميره انت بالتاكيد كنت الملك هناك، فيكذب عليهم جاليفر ويقول لهم ان كان رئيس او ملك ناجح جدا. وبيسالوه هيرجع مملكته امتى، فيقول لهم ان القارب بتاعه ضاع. فيؤمر الملك جيشه انه يدور على القارب بتاع جاليفر، وبيعملوا بيت كبير مناسب لحجم جاليفر، وبيعملوا له قاعه سينما ضخمه وبيعرض فيها جاليفر افلام، وبيضحك عليهم ويقول لهم ان دي حاجات حصلت له في حياته.